السلام عليكم حبيباتي، صباح النور، صباح الياسمين، صباح الفرح والرباح على الناس الملاح، واكيد انتم هما الناس الملاح. اليوم جيت طليت عليكم بهذا الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وهي اللي جوتي كوفر ناجحين 100% باذن الرحمن. دوكا نبداو بسم الله على بركة الله. في طريقة التحضير، دوكا عندنا لهنا 250 غرام تاع الفارينة يعني نصف رطل، ونكسروا فوقها بيضة، يعني لهنا نحتاجو رطل نصف رطل فرينة مع بيضة، ونستعملوا ثاني لهنا زوج مغارف كبار تاع السكر، ونزيدو نديرو لهنا رفعة تاع ملح. ولهنا نوصيكم البنات ما تنساوش الملح باش ما تجيكمش سانطة. كما راكم تشوفوا لهنا ذوبنا في طبسي 120 غرام تاع الزبدة، تما رطل تاع فرينة ضيفوا فيها 120 غرام تاع الزبدة. ولهنا اللي حاب يجيوها بكميه كبيره يضاعف المقادير المكان. كما راكم تشوفوا لهنا بعد ما صبينا الزبده نمزجوا المكونات مليح مع بعضهم. ولهنا عندنا كاس تاع حليب، حنا عندنا لهنا ذا الكاس تاعنا يرفد تقريبا 180 مليلتر. ولهنا خلطوا المكونات مليح مع بعضهم، ونضيفوا ثاني مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ولهنا نضيفوها مع المكونات هذو هكذا وخليهم يتجانسوا مع بعضهم مليح. اني لهنا نسيتها خليتها مع الاخر باش حطيتها نورمال، لكن نسيتوها ثاني تقدروا تحطوها مع الاخر كما حطيتها انايا. ولهنا ثاني نوصيكم البنات ما تنساوليش الملح ما تنساوهش. كما راكم تشوفوا لهنا، واللي ما عندوش البيتخال يقدر يستغنى عليه. تقدري تعجنيها بيديك تخرج لك عادي، يعني تخرج كما كل جيتها لنا بالبيتخا. انا كعدت انا مزروبه على بها عجنتها في البيتخا. كما راكم تشوفوا لهنا خليوها تخمر لمده ربع ساعه. ولهنا قوام العجينه يجي تلاصق تجي طريه. دركا البنات لهنا نجيو نحضروا صوص شوكولا. عندنا لهنا نستعملوا كاس تاع حليب مع كاس كريم شانتي، نمزجوا لهنا المكونات مع بعضهم، نحطهم لهنا يغليو حتى لدرجه الغليان. دوكا نجيبو لهنا عندنا احنا استعملنا شيكولا وجدان. كما راكم تشوفوا لهنا كيفاش انا نقطعوها، لازم نقطعوها قطع صغار قيس ما يغلي لنا الخليط تاعنا. وهذه لهنا لاصوص نرافقوها مع لي غوتي كوفر. كما راكم تشوفوا لهنا نجيبوا الشيكولا تاعنا اللي قطعناها قبيله نضيفوها مباشره فوق الكريمه هكذاك وهي تغلي. كما راكم تشوفوا نضيفوا لهنا الشيكولا تاعنا ونخلطوها مع الخليط مليح. كما راكم تشوفوا لنا الخليط تاعنا كيفاش ولا. وهذه لهنا لاصوص تقدروا تستعملوها تقدروا لهنا تستعملوها لي كريب، تقدروا تستعملوها يعني في اي وصفه. كما لهنا حنايا استعملناها في لي غوتي كوفر. كما راكم تشوفوا لهنا تشوفوا الخليط تاعنا القوام تاعو كيفاش راهو. دوكا تشوفوا لهنا العجينه تاعنا بعد ما خمرت نجيبو لهنا نقصوها كريات. كما راكم تشوفوا لهنا نهبطوها في الخمر تاعها، نحطوها لهنا في مكان العمل، ونبداو لهنا نقطعوا فيها. وجيتكم اليوم بدعاء يوم الجمعة. اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال، ونعم علينا بصحة الأبدان، واكفنا بشر الإنس والجان. اللهم نسألك فرجا لكل مهموم، وعطاء لكل محروم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وارزقنا لكل محتاج. اللهم استجب بدعائي نقول آمين يا رب العالمين. اللهم مديت لك يدي وفيها عندك عظمتي ورغبتي، اللهم تقبل بدعوتي. كما راكم تشوفوا لنا نحطهم يخمروا لمدة ربع ساعة. شوفوا لهنا بعد ما خمروا نحكموا لهنا نمرغدوهم في السكر، لان استعملنا حنايا السكر البني. اللي ما عندوش السكر البني يقدر يستغني عليه. ولهنا نحكموا ندهنوا البانيناز تاعنا كما راكم تشوفوا ندهنوها بالزيت. الحبه لهنا تاعنا نمرغدوها ثاني لهنا مليح في السكر
ونحطوها لهنا في البانينات تاعنا الطيب. كما راكم تشوفون نعيدو نفس الطريقة في الحبة الثانية. كما راكم تشوفون لهنا الحبات تاعنا مازالو ما طابوش مليح، سمالنا هنا نعاودو نقلبوهم يطيبوا. كما راكم تشوفون لهنا كيفاش خرجوا الحبات تاعنا، يعني خرجوا يشهيو. نتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك، ولا اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي ثاني تعليقاتكم. كما راكم تشوفوا لهنا نكملوا الحبات تبعنا الكل بنفس الطريقه. كما راكم تشوفون لهنا بعد ما كملنا الحبات تاعنا الكل، نجيو شوفوا لهنا الصحن تاعنا كيفاش زيناه. قاعد صبرتي لهم هذه. ما راكم تشوفوا لهنا قدمنا الشيكولا اللي كنا صلصه الشيكولاته اللي كنا وجدناها قبيله مع لي غوتي كوفر تاعنا، ونتمنى انكم تجربوهم. وهاي مال البايد، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.